مرحبا. القصة اللي رح أقولها اليوم مؤلمة وبدك قلب قوي لتقدر تفهم تفاصيلها أو تسمع تفاصيلها أو كيف صارت. تواصلت معي جارة لأحد الآباء اللبنانيين اللي عنده بنت عمرها 6 سنين وصبي صغير، يعني بعده كمان عمره 7 سنين أو 8 سنين تقريبا. عم بتقلي كانت بالبداية إنه في عملية تحرش عم بتصير بهيدي الفتاة مع هيدي الفتاة اللي عمرها 6 سنين ببيت والدتها. اسمعوا معي منيح التفاصيل. البي والأم قرروا إنهم ينفصلوا. حسب الحكم القضائي صار في مناصفة بعدد الأيام اللي بيقعدوا فيها الولدين، يعني مثلا 3 أيام عند الأم 3 أيام عند البي. بالوقت اللي كانت البنت والابن يروحوا لعند الأم اللي يبدو أنها تعاني من اضطراب نفسي حسب ما فهمت من الجارة وحسب ما أرسلت لي أدلة وتسجيلات صوتية وموجودة عندي لأي شخص مهتم بهيدي القضية تحديدا إذا كان جهاز أمني أو قضائي. بالتالي هيدي الأصوات بتأكد أنه لما البنت والابن كانوا يروحوا لعند الأم كان في ناطور بقلب هيدي البناية، يبدو أنه على علاقة بالأم، ما بعرف شو هي نوعية العلاقة. كان يستدرج البنت اللي عمرها 6 سنين ويقعدها على حضنه بطريقة بتقدروا تفهموا كتير منيح شو بقصد، يعني فيها إيحاء جنسي فاضح واضح. كانت البنت تشتكي من ملاحقة هذا الناطور، وبعلم والدتها اللي لما البي راح قدم شكوى للمخفر وراح المخفر لا يقدر يعرف موقع الناطور ليحاسبه أو ليحقق معه، الناطور فل. ولما سئلت الأم عن الناطور واللي عمله ببنتها نكرت تماما الموضوع، علما انه في أدلة، علما انه هي بتسجيل صوتي اعترفت للزوج والتسجيل الصوتي موجود عند الجارة، اعترفت للزوج انه هيدا الناطور فعلا كان عم بيلاحق بنتها. الناطور توارى عن الانظار، ركزوا معي بالتفاصيل كتير منيح، ويبدو انه الوالدة هي اللي خبرته قبل ما يجي المخفر او قبل ما يجي كذا عنصر امني لاخذه الى التحقيق، فخلته يتوارى عن الانظار ويبعد عن المشهد. الجارة كان عندها حرص انه يوصل الرسالة لانه البي فعلا بده ينقذ بنته وبده ينقذ ابنه الثاني اللي يبدو كمان انه عم يتعرضوا للتعنيف اللفظي والجسدي بالبيت، لانه وضع الام النفسي منه كتير سليم، فبالتالي اوقات عم تلجأ لتعنيف البنت ولتعنيف الابن اللي بعدهم قلنا 8 سنين ب6 سنين. رسالتي رح تكون للأجهزة القضائية بهيدا الفيديو، رجاء تحركوا سريعا لأنه الأدلة موجودة، ولأنه فعليا البنت تعرضت للتحرش، ولأنه يبدو أنه الأم عم بتستر على هذا الفعل الخاص بابنتها. يعني توقعوا لأي زمن وصلنا هذا الفعل المتواطئ المخزي المخجل لدى الوالدة أو لدى ما يسمى بالوالدة أنها سكتت على اللي صار ببنتها. كل التسجيلات الصوتية كل الأدلة بتأكد اللي صار، وأنا بدي وجه تحية للجارة، وهيدي تاني جارة بتكشف عملية تحرش أو اغتصاب موجه نحو الأطفال موجودة بالبناية اللي قاعدة فيها. بدي أنصح كل المحيطين اللي بيعرفوا بأي قصة مشابهة أو محيطين لأي قصة مشابهة يتواصلوا معي، علوا صوتكم وما تسمحوا أنه يتدمروا هؤلاء الأطفال وأنه ينقذوا أكثر أو يتعرضوا لأي نوع من المخاطر. تحياتي، عبد الله بعلبكي.